هو انت بجد لسه مش فاهم؟ فرعون قتل آلاف الأطفال علشان يمنع قدوم سيدنا موسى، ومع ذلك سيدنا موسى اتربى في قصره وتحت سقفه. اخوات سيدنا يوسف رموه في البير علشان يخفوه ويخفوا أثره. فايه اللي يحصل؟ يخرج سيدنا موسى من البير ويقعد على عرش مصر. مريم عليها السلام واجهت ألم الاتهام الزور في عرضها وفي شرفها ووحشة الظلم والوحدة من أهلها وأقرب الناس ليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى رزقها بسيدنا عيسى وخلاه يتكلم وهو في المهد وهو لسه طفل رضيع علشان يبرئها قدام أهلها وقدام قومها كله ويرد لها شرفها قدام الناس كلها. هاجر عليه السلام تركت هي وولدها إسماعيل الرضيع في وادي لا زرع فيه ولا ماء ولا في بني آدمين أصلا. فإيه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى يفجر من تحت قدم ابنها إسماعيل عين ماء زمزم، لحد دلوقتي العالم كله بيشرب منه. وبعد ده كله لسه خايف من المستقبل، لسه خايف من الظروف الوحشة اللي حواليك. يا عم إذا كتب الله لك خيرا فلا عدو يطفئه ولا بلاء يبطله ولا شدة تغيره وكل كيد يدبر لك إنما يدفعك قدما نحو خير كتب لك. اطمن والله ربنا كبير. فولو ولايك وشير، ما تنساش تصلي على النبي.